السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله دي تاني أوضة هعملها معاكم، وهي أوضة الركنة. برضو الأوضة ديت أنا ببتدي تاني حاجة بعملها، وبخلي ممنوع الدخول إلا أنا بس لو هخش أنشر في البلكونة عشان برضو ما تتبهدلش. أول حاجة طبعا ببدأ بيها البلكونة. لازم برضو لما يكون حاجة عندنا فيها بلكونة نطلع ننضفها، وبعد كده نخش ننضف الأوضة. طبعا البلكونة أنا كنت يعتبر هي نظيفة، لأن أنا كنت عاملاها يوم ما كنت غاسلة. يا دوب كنت بس مسحها برضو كنساها ومظبطة الحبال وكده. ودي طبعا المفارش اللي أنا كنت غسلاها، ودوت الفوطة اللي أنا كنت غاسلة بيها الأنتريه. غسلتهم ونشرتهم يوميها بالليل. وهنا بقى بدأت الأول كده أزعف البلكونة برضو من أي تراب، أي عنكبوت، أي حاجة. برضو ببتدي من فوق لتحت، ولازم برضو ان انا انفضها برضو تنفيضة حلوة وكده. وهي الحمد لله برضو ما كانش فيها برضو حاجات كتير، لاني برضو ايدي فيها باستمرار. البلكونة دي بالذات مفيش بس غير الوزر دوت هو اللي كان من فوق عليه تراب. بصوا بقى هنا دوت المشمع ده انا مركباه للشبابيك كلها والله العظيم وللبلكونات عشان خاطر التراب. وبرضه هتلاقوا تراب وهتلاقوا في الشباك وانا بفتح هتشوفوا المنظر عامل ازاي. هنا بقى جبت كوباية كده، والفوطة ديت دايما بمسح بقى سور البلكونة. مسحت السور ورحت جايبة بقى الشرشبة دي. بصوا بقى غير الشرشبة التانية دي كانت اللي كانت عندي القديمة، خليتها البلكونات او السلم. زبالة معفنة بجد، اوحش يعني شرشبة انا جبتها. عشان كده جبت اللي انا قلت لكم المرة اللي فاتت عليها دي. جيت بقى كده خلاص، كنت خلصت البلكونة ورحت جايه قافلاها. بدأت خرجت الدفاية برا، قلت اوسع لنفسي مكان. وطبعا برضو هبدأ ان انا ازعف السقف بتاع الأوضة. برضو كان بقالي فترة ما زعفتش الشقة، فكان في هنا عنكبوت بسيط كده كان في المنطقة اللي فيها الستارة دي. يعني الأوضة يعتبر كلها كانت نظيفة ما عدا المنطقة ديت، لأنها كانت دخلت البلكونة. فتقريبا هي دي المنطقة اللي يعني لقيت فيها خيط عنكبوت كده، فشلته بالزعافة. وبرضو لازم أعدي على الأوضة كلها برضو عشان لو في أي حاجة خفيفة أنا مش شايفاها أعملها. وطبعا زي كل مرة بقول لكم ان انا اتأخرت في اعمال الشقة في حاجات كتير جدا، بسبب اللي كان ان انا كان عندي دور تعب شديد. كنت بطلع من حاجة اخش في حاجة، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل وخير يعني. كل اللي يجيبه ربنا كويس، وانا راضية بيه الحمد لله. وهي بتبقى برضو يعني ممكن تبقى حسد، ممكن يبقى اختبار طبعا من ربنا. واي حد لازم انه يقول الحمد لله. والحمد لله ان هو ربنا هو اللي بيدينا الصحة. وربنا بيسألنا يا جماعة على الصحة بتاعتنا، انتوا وديتوها فين، ضيعتوها فين؟ فاللي بيشرب سجاير طبعا ده بيضيع صحته، واللي بيبقى قاعد مريح نفسه كده وما بيعملش اي حاجة وقال ان هو بيحافظ على صحته. لا، على فكرة انت كده ما بتحافظش على صحتك، انت بتستخسر صحتك في غيرك انت. انا دلوقتي لما بروق او بطبخ او بعمل اي حاجة لعيالي انا كده باخد حسنات، لان ربنا هو اصلا خلقنا لكده، للعمل. العمل عبادة. فان انت برضو تقعدي وتريحي صحتك قوي قوي دي مش حلوة. الصحة اخرها تدود. انا ما قلتش ان انت تدمري صحتك في اي حاجة تضر الصحة او ان هي تأذيكي. لا، انا بقولك ان انت تخدمي بيتك وتخدمي عيالك، لان كل دوت ربنا هيسألك عليه. فانت ما تقولي ان انا يا رب صحتي ضاعت في خدمة بيتي وعيالي وتربيتهم، وان انا اعيشهم في مكان نظيف، وان انا اكلهم لقمة كويسة. انت طبعا ده كله بتأجري عليه، غير ان انت تضيعي صحتك في حاجة تاني، او ان انت اصلا تتنيكي محافظة على صحتك لحد ما الدود هو اللي بياكلها في الاخر. ف قومي كده وتنشطي واعملي وسمي الله. ولما تلاقي حد بيعمل حاجة برضو انا قلت قبل كده نقول بسم الله، يعني ربنا يبارك لها، بسم الله ما شاء الله. الكلام ده حلو جدا يا جماعة والله. لو انت حتى ما تقصديش انك تحسدي وقلت الكلمة دي بتمنع. ده سيدنا محمد وصانا ان احنا دايما اي حاجة نقول عليها بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم احفظنا. الحاجات دي كلها والاذكار دي مش هتاخد منك حاجة، ده في لسانك.
خليها دايما في لسانك عشان تحمي العين، تحمي عينك ان انتي تصيبي غيرك بيها. حتى لو بتقولي كلمة قوليها حلوة، يعني بصي الكلمة الطيبة صدقة. فهنا طبعا كنت بقى مسكت الركنة نفضتها تنفيضة حلوة، هي المخدات بتاعتها والركنة نفسها، وهنا قلبت بقى الركنة. طبعا كان تحت منها كده في برضو عنكبوت، لان الاوضه طبعا ما كانتش مفروشه، فكل ما جه كنوز تراب يخش فبيكون الحاجات ديت تحت منها. هو مش عنكبوت اللي هو بيمشي، لا، هي بتبقى حاجات كده بتطير من التراب فبتتكون بالمنظر دوت. فطبعا انا مش مع اللي بقى يزق ويشيل ويحط، لا حضرتك اقلب، اقلب ونضف، هتلاقي بلاوي. فانت هتسيبها، فانت كده كأنك ما عملتش حاجة. هتيجي تحط الحاجة دي على السجادة، السجادة هتتبهدل ولا كأنك عملت اي حاجة، والحاجة دي هتكتر اكتر وهتبهدلك الدنيا اكتر، وفرشك هيبوظ اكتر. بصوا بقى، ده الشباك انا فتحته، بصوا كمية التراب، بالرغم ان انا والله انا مش عارفة اقفل اكتر من كده، اروح فين؟ انا مش عارفة اخش جوه جحر انا مش عارفة اعمل ايه. التراب ده بيجي منين وبيخش ازاي؟ انا مش عارفة. ده انا قلت انا هفتح الشباك ده بقى مش هلاقي حاجة، اقسم بالله اتصدمت. فتحت لقيت فيه تراب، ولقيت القماش اللي انا ده انا حاطه قماش ومقفلة مقفلة الشباك تقفيلة حلوة جدا، هوريها لكم زي اللي انا كنت عاملاها في البلكونة دي. انا عاملة الشقة كلها كده. برغم من كده اتصدمت، وانا متأكدة ان انا لما افتح بقية الشبابيك هلاقي نفس المنظر اللي شفته في الشباك دوت. كمية تراب مش عارفة بتيجي منين، بتخشي منين. ده في ستاير، وفي قماش محطوط، وفي البتاع اللي هو المشمع اللي انا حطاه ورا في الشبابيك. انت بتخشي ازاي؟ بتخشي منين طيب؟ سبحانك يا رب. اه بصوا، حبيت اوريهولكوا. بصوا مفيش مكان، مقفلة كله. بيخش منين؟ مش عارفة والله، اقسم بالله انا ما عارفة. حتى لون القماش غير من الشمس، الحتة اللي هي فيها الشمس لونها بقى رصاصي، وهي القماشة اصلا لونها كشمير. بس يلا الحمد لله. مهم ان انا ابتديت برضو، يعني انا زعفت ونفضت الانتريه وفوجئت بعد ما نفضت. طبعا كنت زقيت سوري الركنة كنت زقيتها بعيد عن الشباك، وطبعا طلعت الدفاية بره وطلعت الترابيزات، وسعت لنفسي عشان اعرف ازق. بس انا بصراحة انا بفتح الشباك وكنتش عارفة ان فيه تراب، يعني لو كنت اعرف كنت عملته من الاول قبل ما اعمل الركنة. وجيت برضو كنست نفس النظام. بصوا بقى، انا بكنس وبمسح المنطقة دي، وبعد كده اروح زقة فيها الركنة، لان طبعا الاوضة كلها مش هعرف اعملها لان الركنة فيها. فانا بمسك، انا بطبعي كده امسك قطعة قطعة، المكان اللي هيبقى فيه الركنة اروح كنساه ومسحه وزقة على نظافة، كنسة ومسحة وزقة على نظافة. الحتة بقى اللي هي بتبقى في النص دي بقى اروح جايبها على طول مرة واحدة كنسة، واروح مسحة بقى وانا برضو بمسح كده اكون بدخل الشرشيبة اهي. دي الشرشيبة دي الجميلة عجباني جدا وبتمسح حلوة قوي، مبسوطة بيها وما هياش تقيلة بقى. يعني انا شفت عند سلفتي قبل كده بصراحة كانت تقيلة جدا، كانت عند اختي كانت تقيلة جدا. دي خفيفة، القماشة بتاعتها بصراحة مش تقيلة خالص في المسح، يعني كنت تمسكي الشرشيبة تحسي ان انتي بتزقي في جبل. انما دي لا خالص والله، قماشتها خفيفة جدا وبتتعسر بتبقى خفيفة، وفي نفس الوقت تبارك الله يعني بتمسح بطريقة حلوة جدا، احسن من اللي هي الشرشبة اللي بفتل دي، مش حلوة خالص. فانا جيت بقى مسحت المنطقة دي كلها، الحتة دي بيتحط فيها قطعتين من الركنة، كنستها ومسحتها ورحت زقيت. ورحت الجنب التاني كنسته ومسحته وزقيت، والجنب اللي قصاده كنسته ومسحته وزقيته برضو، لان انا عندي الركنة عبارة عن حرف يو. جيت هنا بقى كنت خلاص مسحت بقى، وجيت بقى دي كانت المسحة النهائية كمان. بعد ما خلصت ومسحت الأوضة كلها رجعت عدت عليها كمان مرة بالشرشبة بالشكل ده كده، وخلاص كده بقى سبت الأوضة بقى تنشف. عقبال ما ما طلعت بره بقى مسكت الدفاية لمعتها، ما هو انا مش هاخدها لمعها جوه تاني وانزل التراب جوه تاني.
لا لمعتها بره، والترابيزات نفضتها برضو ولمعتها بره. كل حاجة لازم تخش بقى الأوضة كده من اللي بره لازم تخش نظيفة. وبرضو السماعات والمصحف الحامل اللي كان بتاعه برضو مسكته مسحته ومسحت المصاحف وحطيتها برضو نظيفة. كل حاجة، اي حاجة عندك لازم طالما خرجت بره الأوضة وانتي مسحتي، دي اخر حاجة بقى، وانتي مسحتي يبقى لازم تنضف. زائد برضو الدفاية ودخلتها جوه، لان ما كانش ينفع ان انا افرش السجادة وبعد كده ازقها، لان هي دي تقيلة جدا. حاولت حاولت انا وبنتي نشيلها قصاد بعض، ولا انا قدرت ولا هي قدرت. طبعا هي صغيرة برضو ما هياش تقدر، وانا نفسي ما قدرتش، يعني انا حاولت انا نفسي ما قدرتش. هي خشبها تقيل جدا جدا فهي صعبة. لا هي حلها انها تتزق رخرة. انا شلت الحافظات من الصالة تنتهم، وسبت مساحة ان انا اوقفها فيها ازق بقى واخرج بره، لان طبعا استحالة ان انا كنت ازقها على الحافظات. فانا شلت الحافظة دي تنتها كده، والحافظة التانية تنتها اليمة التانية، ووسعت لها مكان ورحت زقتها من الأوضة، ورحت جاية مخرجاها بره في الصالة. ورحت بعد ما خلصتها رحت مزقاها برضو ودخلتها في الأوضة بالشكل ده. بصوا بقى بوريكم كده، ياه روقان. احلى حاجة بقى في الحتة دي الريحة. جربي بقى تمسحي بالدوني، ولو ما عندكيش دوني يا ستي امسحي بخل. الخل بيقولك حلو جدا للطاقة السلبية، بيشيل اي طاقة سلبية. اقسم بالله انا مش هقولك انا حطيت خل، لا انا نسيت، بس هو حلو جدا. يعني انا متعودة اما باجي امسح بحط خل دايما، حتى بحطه مع الدوني. بس انا بصراحة اقسم بالله يعني انا دماغي اصلا، يعني انا يمكن افتكرت دلوقتي وانا بسجل معاكم الفيديو، بس دماغي في الباي باي خالص. هنا طبعا جبت السجادة، طبعا زي ما قلت لكم انا غاسلة السجاد كله في العيد الصغير ولفيته وكان ملفوف يعني، وجاي متبستر كده من المغسله. وحطيته بقى في الدولاب، لاني كنت فرشه معاكم الحافظات اللي انا كنت فرشاها اللي هي بديل السجاد. فطبعا جيت برضو شلت بديل السجاد. بعد انا جالي دور كورونا في العيد الصغير يا جماعه. بعد العيد الصغير شفت انا كنت عامله معاكم روتينات شكلها عامل ازاي في العيد الصغير. رحت عيدت بره يوم العيد. جيت آه، مش قادرة اخد نفسي، كحة باستمرار ما بتفصلش، بموت، مش مفيش خالص. رحت كشفت وطلع عندي كورونا. معرفش خدتها من مين وانا بعيد بره العيد، لان انا كنت خارجة مفيش اي حاجة، وانا كمني مناعتي ضعيفة لقطتها على طول. بس الحمد لله قعدت شهر جسمي وجعني ومكسرة ومش قادرة. ده بقى كان بداية القصيدة يعني. بعدها بقى رجلي وجعتني، وبعدها حاجة جالي نزيف، وبعدها حصل لي حاجات كتير قوي. فالحمد لله الحمد لله يا رب، كل اللي انت بتجيبه انا مش معترض عليه، الحمد لله. آه كل ربنا بيجيب رحمة لينا. وبلاش يا جماعة تقولوا كلمة افتكار رحمة، لان ربنا ما بينساش حد، عشان برضو ما تغلطوش. لاني انا قلتها قبل كده، وفي معلمة صححتها لي قالت لي يا حبيبتي ربنا خلقنا، ربنا ما بينساش، يبقى ما ينفعش نقول افتكار الرحمة. ربنا ما بينساش عشان يفتكر. ربنا ما بيخلقش نملة غير لما بيخلق كل حاجة، يعني بيحق لها كل حاجة. مفيش حاجة اسمها ربنا نسينا، ربنا هيفتكرنا، الكلام ده كله غلط. وهنا بقى طبعا كنت جبت المفرش طبعا لميتهم معاكم، فانا طبعا ورحت فرشت بتاع اوضه الانتريه كمان، بس ما صورتوش يعني. كده ما فضلش غير المفرش الكشمير بتاع الصاله، فانا مطبقاه عيناه في اوضه الركنه. في اوضه الانتريه قصدي، لحد ما يجي دوره وهجيبه من هناك. وبالشكل ده كده تكون خلاص الأوضة بقت زي الفل. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. خلصت وتميت الحمد لله على خير. واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي والروتين الجاي. هيبقى ان شاء الله باذنك يا رب. اوضه النوم هي اللي في دماغي ان انا اعملها الاول يعني ورا دي. واستنوني بقى، ويا رب كده تفتكروني بالدعاء وبالحاجة الحلوة في التعليقات وتشجعوني. واقول لكم سلام، وربنا يعيننا جميعا يا رب. مع السلامة يا حبايبي، في حفظ الله وأمنه. استنوني في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.